والله يعني كي نشوفوا لا فيزيون دي ماتش فوز مستحق، لانه اللاعبين كانت عندهم رغبه في الفوز وكان عندهم ستي لا ديرنيير كارتوش سي اون بو دير ستي لا ديرنيير كارت جوي. كان متحتم علينا نفوزوا في المقابله. اللاعبين كانوا واعيين، المسؤولين وقفوا طيله الاسبوع هذا، مام لي زوتوريتي لوكال ومام لي سيبورتور. كانت واحد التضامن خلال الاسبوع هذا من جميع الاطراف باش نفوزوا بالمقابله هذه. اللاعبين كانت عندهم اراده ورغبه كبيره في الفوز. جو بونس كي نقول المقابله الشوط الاول كان لعبنا مليح يعني، وسجلنا هدف، سجلنا هدف ثاني اللي الغي. الشوط الثاني كنا نستناو في رد الفعل تاع الخصم، ولكن انتشار جيد من اللاعبين واستماتة كبيرة ورغبة كبيرة في الفوز هي اللي صنعت الفارق في آخر المطاف. احنا لي جوار احنا درنا اللي علينا، وكنا دخلنا بلا فولونتي كبيره، كنا مامنين باللي قادرين نجيبوا لي 3 بوا هذوك. كما يقول لك الفضيل يعود الى اللاعبين والجمهور، على خاطر تسمى لي بوا هذو يخليونا تسمى باش من لي ماتش الجايين ندخلوا بمورال ان شاء الله مليح. كل حد تقدر تقول، ما احنا اللاعبين ما لازمش نقولوا هكذا، لازم نروحوا ماتش بار ماتش، على خاطر في الشامبيونات تاع الجزائر راكم تعرفوا كيفاش، بصح لازم علينا احنا نروحوا ماتش بار ماتش، على خاطر مازال عندنا ماتش روطار. تسمى الماتش روطار هذاك تسمى اللي يخلينا تقدر تقول باللي مولودية العالم دارت با باش تحقق مانتيا ان شاء الله. كيما يقول لك اللي ديريجو قال لك سمانه هذه ان شاء الله تفرى. حنا لي جوار قبل الماتش على كل حال كنا ريكلامينا شويه، هاك ما يديروا كاع لي جوار تاع الجزائر راك تعرف، بصح كيما يقول لك حنا كي يهضروا معنا لي ديريجو فهمناهم، بصح كيما يقول لك حنا كونسونطرينا على بقاو 2 جور باك على الماتش، كونسونطرينا على الماتش جبناه دوكا لا بالا عندهم ان شاء الله يفريوها ان شاء الله يتحركوا. مم كاين رجال في العالم، كاين رجال فيها وكاين اللي قادر يعاون ولدي العالم ان شاء الله يقدموا كاع باش يعاونوها، على خاطر ما نكذبش عليك رانا صح في ازمه بزاف. فيما يخص ترشح الفريق داخل الديار اللي نقولوا المره الثانيه بعد والله المقابله بطبيعه الحال احنا كنا محضرين المقابله هذه من اجل الحصول على 3 نقاط والتقدم في سلم التنقيط، ولكن الهدف اللي تلقيناه في الدقائق الاولى اثر علينا بزاف، واللاعبين خاصه في الشوط الاول ما لقاوش المعالم تاعهم في الملعب. وفي الشوط الثاني وين دخلنا غرفه الملابس هضرنا مع اللاعبين، عطينا لهم تعليمات وين دخلوا بكل اراده وبكل قوه من اجل الرجوع في النتيجه، ولكن الخصم شفتوه بلي دار كتله دفاعيه في الدفاع ولعب بالهجمات المرتده واللعب المباشر اللي تشوف كل لاعبين في خط الدفاع، وتعتبر النتيجه قاسيه، وخاصه احنا الهدف تاعنا هو ضمان البقاء. حبينا نحققوا 3 نقاط من اجل التقدم، ولكن دوك حنا رانا في منطقه الخاطر امام الفرق اللي راهم راح يلعبوا معهم المقابلات الجايه، راح منافس مباشره يلعبوا على البقاء، ولهذا احنا لازم طلب علينا بذل مجهودات كبيره والعوده في نتائج ايجابيه ان شاء الله في المقابلات الجايه. في كل مره فريق الفريق تلقى اهداف الشوط الاولاني، والسبب هل لقيتوا يعني هذا المشكل الشوط الاول يعني؟ والله شوف المشكل دوك حنا اللاعبين تاعنا المشكل تاعنا داخل الديار، خارج الديار نأدوا مقابلات كبيره، ولكن هنا اللاعبين ما عندهم ضغط كبير، وخاصه مع الجمهور. ولعلمك بان اللاعبين تاعنا عندنا لاعبين كاللاعبين اللي ما لعبوش في المستوى الاول، لاعبين ما مولفيش بالضغط، ولهذا احنا كي تكون مونك كونسونطراسيون ما يكونش التركيز كبير، وخاصه في الدقائق الاولى عده مباريات لقينا اهداف. كان يكون تحضير مقابله باراد ان شاء الله. والله العظيم هذا بطبيعه الحال حنا دوك راح نبذلوا المجهود مع اللاعبين من اجل تحقيق نتيجه ايجابيه في المقابله الجايه، وهذه ما راحش تكون سهله، خاصه بعد النتيجه هذه اللي تعتبر قاسيه. عندنا العامل بسيكولوجي كبير راح نقوم به خلال الاسبوع، وان شاء الله اللاعبين راح يسترجعوا قواهم ويكونوا محضرين بطريقه جيده من اجل الرجوع بنتيجه ايجابيه ان شاء الله.
صافي بريس ان سومان وحنا نوجدوا الماتش هذايا. كنا عارفين بلي المقابله حتكون صعيبه مع الفريق تاع العلماء لانه راهو يعني مهدد بالسقوط. حنا حبينا نديروا ريزولطا باش يعني نمحوا شويه التعثرات اللي درناهم، باسكو صافي 3 سيمان ما ربحناش لحد الان الفريق عنده 3 سيمان ما ربحش. دونك قلنا الفون نفوزوا بالمقابله هذه. والمقابله يعني البريمير ميطون يعني كانت تنجم تقول الفريق تاع العلماء يعني ما ابار اكسيون ولا زوج يعني ما اللقطه تاع الهدف كانت على كورنر جوبونس. دونك ما داروش يعني حاجه اللي فريمون كنا نواسو. دوزيام ميطون يعني كنا ضغطنا باش نعاودوا نولوا في النتيجه. جاتنا بعض المحاولات ما عرفناش كيفاش باش نسجلوها. جوبونس يعني كانت انا على حساب رايي انا دوك الاربيت هو ينجم يغلط ينجم يكون ما غلطش. انا جوبونس كانت عندنا ركله جزاء وهو شافها باللي ما كاش، هو الاربيت يتحمل مسؤوليته. ولكن هذه هي كره القدم. الفون نخموا في لاسويت تاع الشامبيون، عندنا مقابلات اللي راهم جايين صعاب. الفريق يعني باش ما ندخلوش في الدوت ولا ما نقولوش باللي سي بون. حنا لي زوتر ايكيب كاين اللي راهم تحتنا. عندنا مقابله صعيبه مع بارادو السمانه الجايه، ويعني وكاين بعض المقابلات اللي راح نريسيفوهم هنايا. الفون بنوجدوا لهم مليح لانه ما تنجمش يعني تقول باللي سي بون النتيجه هذه راح تكسرنا. نو بالعكس راح نزيدوا نتوعاو ونكونوا خاوه نخموا في المستقبل تاع الفريق اللي يعني نعرفوا باللي يعني احنا كلاعبين خاصة المسيرين تاوعنا الفو يعرفوا باللي المقابلات اللي راهم جايين مقابلات صعاب، يوقفوا في على الفريق، يوقفوا في بزاف امور. نجموا احنا دوكا المقابله دي ننساوها، الفو يمشي نجموا الفو ننساوها باش نوجدوا المقابله اللي راهي جايه. ونطلبوا السماح من الانصار تاعنا لحد الان يعني بكل صراحه يعني شاك فوا راهم يجوا نلعبوا في بوفاريك يعني يكونوا دائما يعطونا الدعم وكاع. ولكن هذه الخطره خيبناهم. الفون نشوفوا الاخطاء اللي درناهم باش ما يعاودوش يولوا في المستقبل نقلعوهم، ونشوفوا حاجه اللي مليحه نزيدوا نحسنوها باسكو لي ماتش اللي راهم جايين فريمون راح يكونوا صعب. الفول يعني كاع الناس كلاعبين ولا الطاقم الاداري والفني يكونوا يعني نكونوا جروب واحد، نكونوا عائله واحده باش يعني نوصلوا لوبجيكتيف اللي رانا مسطرينه واللي كنا توجور نهضروا عليه، انه الفريق يعني بعد ما صعد العام اللي فات سنا عندنا هذا العام الاول تاعنا في دوزيام ديفيزيون بروفيسيونيل. دونك يعني ما توجور نخمو باللي ماشي كيما كنا العام اللي فات. مقامات راهم جايين صعاب، لازم نتجندوا كاع كيما رانا باش يعني نحسنوا خاصه المرتبه تاعنا في الكلاسمون.